يا هلا بالمبدعين. تعالوا نعمل انبوكسنج لهدية جاتلي من بيج نوتا بوك. كانت عاملة مسابقة في خلال فترة السفر عندها، وانا كنت من المحظوظين اللي كسبوا من الهدية دي. الهدية دي عبارة عن اجندة للسنة الجديدة. هفتح دلوقتي واوريكم كل المحتويات بتاعتها واحدة واحدة بالتفصيل، ونقول بسم الله. طبعا الجواب باين من عنوانه. الاجندة دي اللي عليها شكل البنوتة العسل الكيوت خالص دي. اول ما فتحت البوكس طبعا لقيت مترتبة، وجذبني جدا جدا شكل الباوتش من تحت لسه على ما اوصل لها بقى. اول حاجة اذكار الصباح والمساء، وبعد كده نوت زي ميمو باد بنكتب عليها ملاحظات. هخرج كل محتويات البوكس وبعد كده اوريكم بالتفصيل عشان اعرف اتحرك في المساحة. مش قادرة اقول لكم جودة الالوان في الطباعة وشكل جمالها رائع جدا. في جيفت كارد لطيف مكتوب عليه مبروك وقلب، وبرضه شكله جميل جدا. بعد كده بقى تيجي بقى المحتويات البوكس. اول حاجه فيه اللي هي النوت ليست او الليست الموجوده دي، موجوده في باكت لوحده. هي مقسمه لثلاث كتيبات. اول كتيب اللي هو تو دو ليست، بتبقى تقسيمتها زي ما انتم شايفين، يعني مساحه حلوه. ممكن الواحد يقسمها مثلا جزء مثلا مشتريات، جزء تاسكات، جزء حاجات مثلا خاصه بالبيت، ممكن او حاجات خاصه بالدراسه. تقسم كل مربع لجزء معين خاص حسب المجال اللي احنا عايزينه. شكلها كيوت جدا. بعد كده في دي مكتوب عليها لايند نوت، دي اللي هي زي الكتيب الصغنون المخطط. وانا قبل كده وريتكم يعني في حاجه زي كده انا عاملاها في الكتيب المخطط ده. عملت ايه؟ عملت جورنالينج كامل للسنه الجديده. بعد كده في بقى الكريتشر اور ليست، دي فيها لو عايزه اعمل اي تراكر لحاجه، او عايزه مثلا نشوف اتتبع مثلا قراءه، اتتبع حاجه معينه. بعد كده نيجي للأجندة نفسها. الباوتش رائعة، أنا مكنتش متخيلة إن حجم الباوتش كبير كده. أوريكم كمان قبل ما أوريكم الأجندة، في بقى الميمو دي جاية معاها ليها زي السنادة بتاعتها من ورا كده، وألوانها رائعة ماشية مع سيم البنكات برضو. الألوان تحفة ما شاء الله، جميلة جدا. يعني تفتح نفس الواحد إن هو يقعد كده ويخطط ويكتب فيها. نيجي بقى الباوتش الجميلة ومحتويات الأجندة. وانا بشوف اللي بوريكم باوتش ما كنتش اعرف ان في ورا فيه جيب فيه شيت ستيكر. فالستيكر جميل جميل، ونفس السيم البنكات وسيم الليدي كده، تحس ان فيه اميرة. وجودة الباوتش فظيعة، تحس انها فلافي وفي نفس الوقت البنوتة شكلها رائع. الاجندة بنفس سيم الباوتش من قدام ومن ورا. يعني عايزه اقول لكم ان شكل البنوتة اللي على الاجندة دي بتمثلني جدا. المكتب والبلانر ووراه كتب ووراه حاجات. دي تقسيمة البلانر من جوه. في بقى الشهور متقسمة شهور السنة بحيث الواحد يقسم عليها الأهداف. وبعد كده في ليست خاص بالكتب، في أحلام اللي هي الدريمز. بعد كده على طول بتدخل مباشرة في التقسيمة الأسبوعية للأجندة. تقريبا كل أسبوع واخد صفحتين قدام بعض، لأن هي أنا حاولت أعدهم بس إيه، تقريبا هي تاخد السنة كلها. بس عشان طبعا في بقى الليست التانية ممكن بقى يتعمل فيها الشهر، التقسيمة الشهرية، أو تتعمل بقى وتتعمل لوحدها منفصلة عن الأجندة. ودي كده كانت كل محتويات الأجندة، وشكرا نوتة بوك على الهدية الجميلة.